السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة معانا فيديو جديد. عاملين بقى طاجن مكرونة كده من بتاع المطاعم. طاجن مكرونة بالسجق، بطريقة سهلة وبسيطة وفي حلة واحدة، مش تاخد معانا وقت ولا مجهود، إن شاء الله تعجبكم. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أولا نسمي بسم الله. هنا معانا الصينية اللي هنعمل فيها المكرونة، هنشتغل فيها على طول. معايا هنا السجق، طبعا السجق والمكرونة بحسب الكمية اللي انتوا عايزينها، يعني بحسب عدد أفراد الأسرة، كل واحد على حسب الكمية اللي هو محتاجها بيعمل. أنا هنا معايا سجق، هنا نزلت بيه في الصينية، حطيت معلقة سمنة بلدي كده في الأول، ونزلت بقى السجق كده ياخد صدمة معايا علشان يقفل مسام كده ويستوي معايا. فغطي عليه كده، اديته تقليب على الجنب ده كده والجنب ده كده، وهغطي عليه كده علشان يقفل معايا مسام وياخد صدمة كده زي ما احنا شايفين. بدأ ينزل الصوص بتاعه كده، ما نقلقش، هو يشرب الصوص بتاعه وهيشرب وهيستوي فيه يعني. معايا بقى بصلتين كده مقطعاهم جوانح، ومعايا برضو فلفل الوان برضو مقطعاه، هنزل بيهم كده على السجق. وهتبل بقى السجق. طبعا السجق بيبقى فيه توابل، احنا عارفين السجق بيبقى فيه توابل كتيرة شوية، فاحنا بس هنديله بس حاجة خفيفة كده، ملح وفلفل اسمر كده وبهارات، علشان يعني ينكه معايا السجق شوية، والفلفل والبصل اللي احنا حاطينه كده، يعني ملح خفيف، يعني مش عايزين نزود برضو، علشان احنا عارفين ان السجق بيبقى فيه حاجته كلها. انا حطيته بقى كده وغطيته كده لحد ما البصل والفلفل كده يدبل معانا شوية، والسجق خلاص يعتبر دخل في السوا معانا. حطيت بقى مية على النار، طبعا انا كنت حاطه المية على النار تغلي جنبي مني، لما غليت حطيت فيها المكرونة. انا حاطه في المية معلقتين زيت كده علشان المكرونة متعجنش معايا، او علشان ما تمسكش في بعضها. الملح هحطه في الاخر لما احس ان المكرونة خلاص دخلت في السوا. انا هنا هسوي المكرونة يعني اكتر من التلات ارباع، يعني خلاص تكون داخلة في السوا، يعني انا عايزينها مستوية، لان الطاجن هيستوي على يعتبر كل حاجة هتبقى مستوية فيه. هنا بقى السجق يعتبر دخل في السوا، هبدأ اطلعه كده علشان اقطعه بقى، وطبعا علشان احط في الصينية الطماطم، لان انا هشتغل في نفس الصينية كل حاجة، فانا هشيل بس السجق بس، وهسيب طبعا الفلفل والبصل، وطبعا بعض وحدات يعني الحتت اللي بتتهري شوية من السجق دي برضو بسيبها، علشان تديني طعم طعم السجق حلو كده في الصلصة. فانا هنزل بقى معايا هنا كيلو طماطم فرماه ومصفياه، ونزلت بقى بيه كده على الخلطة اللي موجودة في الصينية بحالها كده، بالبصل بالفلفل كده بباقي السجق كده، علشان تطعم معايا الصلصة، وهسيبها بقى لحد ما تستوي معايا. هنا المكرونة خلاص دخلت في السوا، هحط لها ملحها وهصفيها واسيبها. طبعا انا هصفيها، مش هحط لها مش هحط لها، مش هغسلها، يعني لما اصفيها مش هغسلها، اصفيها بس، ممكن احط لها معلقه زيت بس علشان ما تقفش معايا، على ما على ما نحطها في الصلصه. هي خلاص تعتبر خلاص خلصت. طبعا الصلصه معايا انا حطيت لها معلقه سكر علشان تعادل الحموضه معانا في الطماطم يعني. بعد ما صفيت بقى المكرونه كده، ما شاء الله الصلصة تعتبر خلصت، هنزل بقى بالمكرونة على طول. انا زي ما قلت لكم صفيت المكرونة ما غسلتهاش، علشان ما تفقدش قيمتها، يعني المفروض المكرونة واخدة ملحها واخدة زيتها وكده، فبنصفيها بس من المية وخلاص. هنا بقى بعد ما خلصت الصلصة خلصت، هبدأ بقى انزل بقى المكرونة. طبعا انا في الاثناء دي قطعت السجق اللي انا رفعته من الصينية، قطعته بقى قطع صغيرة كده. وطبعا انا هبدأ بقى اقلب كده المكرونة هنا زي ما قلت لكم تعتبر مستوية، يعني يا دوب خلاص يعني داخلة في السوا، يعني عايزين نبقى حذرين برضو عشان ما تعجنش، يعني مش عايزينها لان هي مش هتدخل الفرن كتير يعني. فهي خلاص، والسجق طبعا مستوي، كل حاجة مستوية معانا. نزلنا بقى بالسجق على المكرونة كده،
هنقلب بقى المكونات كلها في بعضها كده، المكرونة بالسجق كده وفي الصلصة تاخد كده كلها من بعضها. وطبعا انا في الاثناء دي ولعت الفرن، وهي النار كده النار مولعة تحت الصينية برضو، علشان ايه ما تبردش معايا المكرونة، لان انا على طول مش هتخش الفرن كتير يعني. هي الولعة مولعة تحت الصينية خفيفة كده برضو، علشان تفضل المكرونة سخنة معايا. وانا بديها تقليبه برضو وتفضل سخنة، علشان ايه لما تخش الفرن ما تقعدش وقت طويل. قلبت كده السجق بالمكرونه وهسوي وشه كده، ومعايا بقى جبنه موتزاريلا هحطها بقى على وش الطاجن. وهدخلها بس الفرن حوالي 10 دقايق من تحت بس، وبعدين اشغل الشوايه دقيقتين 3 كده، علشان ايه تاخد وش يعني. هي مش انا قلت لكم الطاجن هو كل حاجه مستويه فيه، وطبعا النار برضو شغاله زي ما قلت لكم، النار شغاله تحت الصينيه هاديه شويه، علشان ايه تفضل الصينية سخنة معانا لما تخش الفرن على طول، ما تاخدش وقت، هتخش بس مش هتاخد وقت كتير، على طول ساعة ما ندخلها مفيش 10 دقايق، وكمان دقيقتين كده على الوش تاخد لون كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله. طبعا لو حابين تكتروا كمية الجبنة اكتر من كده براحتكم. يعني انا ما حبيتش اكتر يعني، على قد الاكل بس كده طبعا. ما شاء الله الصينية جميلة وتحفة ومستوية، والمكرونة مش معجنة طبعا. جربوا الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم، ولو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش في دعوة حلوة. السلام عليكم.